السلام عليكم. انتشر بوست الفترة دي عن جروب بيبيع فلوس مزورة، فرز أول وهاي كوبي وفرز تاني، جملة كل الكلمات اللي فيها مش منطقية. المهم ازاي تعرف الفلوس المزورة من الفلوس الحقيقية؟ فيديو جديد عايز بس كل بيتفرج عليه دلوقتي اللي معاه أي ورقة من أي فئة العلامة اللي قولها يتأكد إنها موجودة في الفلوس اللي معاه عشان ما حدش يلبس في الحيطة. أول حاجة التزوير في الغالب بيكون في الفلوس اللي فئتها كبيرة 200 و100، ساعات بيكون الحاجة أقل على أساس إن محدش هيدقق فيها، لكن النسبة الغالبة ال100 وال200. ازاي تكشف التزوير؟ كذا حاجة. اول حاجه وهي اضمن حاجه دلوقتي، في شريط ماجنتيك كده رفيع في كل ورقه، الشريط ده بيكون مكتوب عليه قيمه الورقه وش وظهر. المزورين الحمد لله لحد وقتنا الحالي مش عارفين يزوروا الحته الصغيره دي لانها بتحتاج حاجات كتير. طبعا الكلمه مكتوبه على الشريط ده بتظهر لما بتسلط عليها الضوء. تاني حاجه العلامه المائيه اللي كله عارفها، لكن خلي بالك من لكن، مش اي علامه مائيه وخلاص. العلامه المائيه دي بتكون نفس صوره التمثال المحطوط على الورقه، اي تمثال العلامه المائيه نفس صوره التمثال بالظبط بنفس الزاويه. ايه الفرق بقى؟ ان العلامه دي في الاصليه ما بتظهرش غير لما تحط الورقه قدام اضاءه، لمبه كده في السقف، كشاف موبايل، ما بتظهرش غير كده. يعني وانت ماسك الورقه كده وبص عليها عادي ما بتظهرش العلامه المائيه دي. لكن في الفلوس المزوره بتلاقي العلامه دي موجوده تلقائيه كده، شكلها خفيف يبين لك ان هي دي علامه مائيه، لكن ما دام موجوده وشايفها كده بعينك عاديه خالص، مش لازم تحط الورقه في اضاءه، يبقى دي كده علامه مائيه مزوره. العلامه المائيه دي بتكون مرسومه. وحاجه اضافيه في العلامه المائيه مهمه قوي، ان العلامه المائيه مكتوب جواها قيمه العمله 200 100 وهكذا، ما بتظهرش غير في اضاءه برضه، وبتكون الارقام دي ايه؟ شفافه، لازم تكون شفافه. ثالث حاجه الشريط التخين ده في الفلوس الحقيقيه بيظهر متقطع، شريط وفلوس شريط وفلوس لحد اخر الورقه، لكن لما تحط الورقه في اضاءه بيظهر الشريط ده متوصل ببعضه. اما بقى الفلوس المزوره فبيظهر الشريط ده متوصل ببعضه من الاول اساسا، تحطها في اضاءه تحطها في ميه هي زي ما هي، الشريط اصلا متوصل ببعضه من الاول، ترابط ما شاء الله. في حاجه كده لو مستبيع يعني الناس بتعملها، بتجيب دبوس وتمشيه بطول الخط ده. المفروض الورقه الحقيقيه طبقتين، لما بتحط الدبوس في الشريط ده المفروض ان هو يدخل ويعدي ما بين الورقتين دول، اما الفلوس المزوره هيخرج من الورقه. ده اختبار ما انصحش اي حد يقوم بيه، يعني مش سهل خالص انك تخرتق الورقه اللي قدامك. رابع حاجه ملمس الورقه، ملمس ورقه البنكنوت مميز، ماسك نفسه كده وتقيل سنه، لكن الفلوس المزوره بتكون ورقه عادي. خامس علامه يكون في الورقه بروز من كل النواحي، فوق وتحت يمين وشمال، بروز من حرف من فوق، بروز من تحت، بروز في الارقام، كلمه المحافظ بارزه مش الامضه، كلمه المحافظ نفسها. وخلي بالك انت مع الوقت بتعرف بقى الفلوس دي مزوره ولا لا بالتجارب كتير، يعني انك تقعد تتمرن كده على ملمس الورقه، على البروز، على الكلام ده كله، على البص، على العلامات. خلي بالك ان اللي يدل ان التزوير حوالينا في اماكن كتير انك حصل معاك او مع حد تعرفه انه خد فلوس مزوره، او خدت فلوس مزوره وصرفتهم من غير ما تعرفه اصلا. بالمناسبه دي انا هحكي لكم موقف غريب حصل مع مراتي، موقف لا تحسد عليه ابدا، اي حد تتمناها الالد اعدائها. قبل كده ايام ما كنا مخطوبين كانت شغاله وقبضت من الشركه دي وخدت المرتب وكانت نازله تشتري حاجه من مكان، اشترت الحاجه وزي الفل وراحت تدفع بقى لصاحب المكان، فاديت له الاول ورقه 200، فبص عليها كده ولا ايه ده دي مزوره، فاستغربت شويه كده اللي هو ماشي يمكن كنت انا مثلا مش فاهم او حاجه، فاديت له ورقه ثانيه ب 200، راح بص عليها كده قال لها مزوره وفرحان كده، قالت لا يمكن بقى ازاي يعني ورقتين مزورين. راح نده واحد تاني في المكان قال لي يا فلان تعالى شوف كده، راح بص على الورقه قال لها مزوره. طبعا هي اتخضت، راح مديله ورقه ثالثه، راح بص عليها بكل هدوء قال لها مزوره. طبعا اتسرعت، كل مرتب مزور، مطلعها فلوسه مستغربه، فلا طب وريني فلوس طيب اشوف ايه منها السليم وايه منها مزور، وعمل اغرب اثبات في الوجود ان الفلوس دي مزوره، يمسك كل ورقه يلحسها ويحطها يلحسها ويحطها، حاجه قمه القرف يعني. وهي طبعا بصاله كده باستغراب، قالت له طب في ايه؟ طب ناوي تتغدى بالفلوس ولا انت ايه ظروفك؟ قال لها لسه الفلوس كلها مزوره، راح ماسك الورقه حاططها في بقه بالكامل، دي كلها، راح مطلعها لها. المهم هي اتضايقت جدا، هتراجع بقى بالفلوس دي للشركه وقالت لهم انت مديني مرتب كله مزور. قالوا لها ايه ده؟ لا طبعا دي اكيد غلطه غير مقصوده بالمره يا استاذه. راح مدينها مرتبها ايه؟ بفلوس حقيقيه. سبحان الله كان موجود ساعتها الفلوس، طبعا مش في دماغها ومش مديها سوء نيه ان هم مدينا فلوس مزوره قصد، فبتتكلم مع زميلتها عادي، لقيت زميلتها هي كمان واخده فلوس مزوره. قال لها ايه الدنيا؟ ايه الاخره؟ قالت لها ايه بقى؟ ده انا لقيت فلوس مزوره فما رضيتش اعمل مشاكل فوزعتها. وزعتها ازاي؟ يعني حبه عند الفكهاني، حبه في السوبر ماركت، حبه في البنزينه. تمام. عرفتوا ازاي بقى ان ممكن الفلوس توصل لكم في جيوبكم من اماكن مختلفه من غير ما حد يقصد او يقصد؟ فممكن تبقى ماشي ب5 ورقات منهم ورقتين مزورين وانت اصلا ما تعرفش، لا انت خدت بالك ولا اللي اداها لك خد باله. قبل ما تاخد فلوس من اي مكان اعرف كويس الفلوس دي مزوره ولا لا، عشان المكان اللي خدتها منه ترجعها، علشان اصلا الفلوس اللي بتدخل الجيب قليله، فما تبقاش قليله ومزوره، مش ناقصه كتير والله كتير. بس كده. وانا عامه في الكومنتس هنزل لكل فئه ايه العلامات المميزه اللي فيها، لان يعني في علامات تانية مميزه لكل ورقه. مثلا ورقه ال100 جنيه عين حورس موجوده، عين موجوده حاجب في وش وفي ظهر الورقه، لما تتفرج عليها بالكامل تشوفها وشها وظهرها العين مكتمله. ورقه ال200 رقم 200 الديزاين بتاعه متقسم كده نصين، نص باين من هنا ومن الظهر بنص باين حاجه ثانيه. بس كده. واستنوا بقى فيديو طرق النصب سواء وانت بتستلم او وانت بتدفع، ان طرق النصب كتيره واحنا مش حمل يتنصب علينا والله. ربنا يرزقنا بالحلال ويبارك في الرزق ويتوب على كل نصاب او مزور، يسترها على الجميع. السلام عليكم.